النهارده هنتكلم عن إيه الدروس اللي طلعنا بيها أو إيه الحاجات اللي استفدناها أو إيه الحاجات اللي اتعلمناها من 2025. الفكرة الأساسية إن دي تجربة شخصية جدًا، بناءً على الظروف اللي أنت عِشتها، بناءً على طريقة تفكيرك، بناءً على خبرتك، إلا إن في الأول وفي الآخر في بعض السمات العامة اللي ممكن كلنا نستفيد منها. الفكرة الأساسية وكل واحد والرسايل اللي استقبلها أو فهمها إزاي من الحياة عامةً، بس في الأول وفي الآخر أدينا بنكمّل بعض وبنتعلم مع بعض. النقطة التانية إن ممكن حاجات محتاجين وقت أكتر علشان نفهمها، وقت أكتر علشان نستوعبها وبنكتسبها حتى بالخبرة وبالتجربة وبالسن وبالعمر. الحاجات دي مش بالترتيب، بس خلّينا نفكّر فيها سوا. التأجيل أنت ما بتبقاش حاسس إن أنت كنسلت حاجة أو إن أنت لغيت حاجة، فبتتعامل معاه على أساس بعدين هاعمل، لكن هو لو أنت ركزت فيه كلمة بعدين دي كلمة بتعطّل حياتك، كلمة بتقتل أحلامك، بتقتل الحاجات اللي أنت عايز تعملها، لإن أنت حاجات كتير بتقول عليها هاعملها بعدين بس ما بتعملهاش، وما دام كنت عايز تعملها تبقى أكيد هي كانت مهمة بالنسبة لك وكانت هتفرق. فالتأجيل حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون أوحش بكتير مما إحنا متخيلينها، لإن هي فعلًا بتأثّر علينا وبتضرنا وبتلغي حاجات كتيرة جدًا إحنا بيبقى نفسنا إن إحنا عايزين نعملها. الحاجة التانية إن إحنا نواجه الخوف. الخوف مش بالضرورة تبقى أنت خايف من حد أو خايف من حاجة كبيرة، ممكن تبقى خايف من بعض الحاجات اللي موقّفاك على حاجات أنت كتير عايز تعملها، ممكن تبقى خايف إن أنت تتكسف، خايف إن أنت حد ينتقدك. فأنت لو فكّرت وفعلًا حسبتها، حاجات كتير على اختلاف المواقف هتلاقي إن سبب خوفك ده ما لوش أساس، وإن أنت مش هتخسر حاجة. يعني أنت أكيد مش هتجازف في حاجة أساسية بالنسبة لك أو حاجة هتعملها بشكل خطأ، بس معظم الحاجات اللي إحنا بنبقى عايزين نعملها بالعكس، إحنا بنبقى خايفين منها على حاجات بسيطة جدًا، وحاجات موجودة في دماغنا إحنا بس وإحنا مكبّرينها، لكن هي في الأساس حاجات بسيطة جدًا. الخوف من الفشل مثلًا، أنت لو جرّبت يا إما هتنجح، يا إما لو ما نجحتش هتبقى في نفس الوضع اللي أنت فيه، أنت ما خسرتش حاجات كبيرة، ما خسرتش حاجات عظيمة، ده بالعكس لمّا تتحرك من مكانك في مساحة إن يبقى في فعل، في مساحة إن يبقى في تقدُّم، في مساحة إن يبقى في تطوّر إن شاء الله للأحسن. خايف مثلًا من اللي الناس هتفتكره أو اللي الناس هتقوله، أنت لو قعدت ساكن تمامًا ما بتعملش أي حاجة تمامًا، برضه الناس هتظن فيك ظَن معيّن وهتتكلم عليك كلام معيّن، مش بالضرورة يبقى كلام سلبي ولا كلام إيجابي، بس الفكرة واحدة، إن في الأول وفي الآخر لو أنت ساكت علشان الناس هتتكلم والناس هتاخد فكرة. بالعكس أنت لمّا تجرّب وتنجح أو حتى ما نجحتش، يا إما الناس هتنظر لك بإعجاب عشان وصلت لحاجة، يا إما الناس هتنظر لك على إن أنت شخص شجاع وشخص حاول. النقطة التالتة إن إحنا نعرف إن إحنا لسه بنتعلم. لمّا نفكر إن إحنا لسه بنتعلم ده بيدّينا مساحة إن إحنا نقبل أخطائنا، وده بيدّينا مساحة إن إحنا نفكر مرة تانية في اللي إحنا عارفينه، مش بالضرورة اللي عارفينه صح، ومش بالضرورة اللي إحنا عارفينه فكرة كاملة ومعلومة كاملة، لكن لمّا بنحاول نعرف وبنحاول نتعلم إحنا مش بنصادر على نفسنا المعرفة ولا المعلومة ولا بنصادر على نفسنا التجربة، فبالتالي دماغنا بتبقى مفتوحة إن إحنا نتقبل أفكار تانية ونتقبل معلومات تانية، وما نبقاش عايشين بفكرة إن إحنا نعرف كل حاجة أو إن إحنا علامة. فبالتالي لو طلعنا غلط مش آخر الدنيا، لا بنزعل ولا بنتصدم، بالعكس إحنا بنحاول ندور على الحاجة الصح والمعلومة الصح ونعرفها ونتعلمها ونقبل وجهات النظر التانية والآراء التانية والأفكار التانية، وتبقى عندنا مساحة إن إحنا نبقى شخصيات عندها وعي أكبر وفهم أكتر وثقة أكبر. الحاجة الرابعة إن إحنا نسامح اللي فات. لو ما قدرتش تسامح اللي فات عشان خاطر أنت حاسس إن أنت لسه موجوع أو إن أنت ما خدتش حقك، فكر في الموضوع إن أنت عملت اللي تقدر عليه، وإنك قاومت وإنك دافعت عن نفسك وإنك حاربت بكل الطرق اللي أنت تقدر عليها. اتهزمت أو انتصرت ده راجع لظروف تانية، بس في الأول وفي الآخر أنت ما وقفتش ساكت وأنت دافعت عن نفسك وأنت عملت اللي عليك. نقطة كمان إن أنت اتعلمت إن أنت ما تتخدعش بسهولة، اتعلمت من الموقف وبقى عندك خبرة أكبر في التعامل مع البني آدمين. والحاجة التانية إنه حتى لو اتخدعت ده مش عيبك، لو قيمت الموقف صح وفعلا أنت ما غلطتش في اللي قدامك وإنك اتخدعت أو اتضحك عليك ده مش عيبك، أنت ممكن تتعلم ما يضحكش عليك تاني، ممكن تتعلم ما تتخدعش تاني، بس لو الموقف أنت فعلا مش غلطان فيه أنت مش ذنبك تماما إن أنت اتخدعت،
بس أهم حاجة ما نقعش في الحفرة مرتين. لو بتعمل حاجة وخدت منك وقت طويل وفشلت، أو لو حاسس إن أنت قعدت وقت كتير في حاجة واحدة معينة وما جابتش النتيجة اللي أنت عايزها، الوقت ده ما ضاعش، أنت اتعلمت منه حتى لو بشكل غير مباشر، وحتى لو أنت مش عارف أنت اتعلمت إيه تحديدا، بس شخصيتك عامة بالصبر اللي أنت اتعلمته، بفكرة إن أنت بقيت تقيس الأمور بشكل مختلف وتقيس الإيجابيات والسلبيات والمواقف، ده في الأول وفي الآخر إداك خبرة. الخبرة دي اللي خلتك شخص أكثر حكمة وأكثر وعي. ولو قبلت الموضوع بطريقة إيجابية من غير ما تأثر على نفسيتك بشكل سلبي، هتبقى فعلا حاسس ان انت عندك قدرة واستعداد ان انت تفكر تاني وتبتدي حاجة تانية، تديها مجهودك وتديها طاقتك، وتأمل ان هي ان شاء الله تجيب نتيجة كويسة. وفي نقطة كمان، احنا مهما قرينا ومهما حاولنا ناخد بالنا، في حاجات ما بتجيش غير بالخبرة بالمواقف الشخصية، فنقبلها ونتعلم منها. حاجة كمان، لو حاطط في حسابك انك ماشي في طريق ولقيت الطريق ده اتغير، وممكن يكون بغير ارادتك، انت كنت حابب ان انت تكمل الطريق ده، اتغير شغل، اتغير مكان معين، حصل فيه مشكلة ما بقتش موجود فيه، كل التفاصيل دي خد وقتك وحاول تفهم وتستوعب وترتب أولوياتك مرة تانية، وتشوف انت عايز ايه على الوضع الجديد ده، وتحاول تمشي فيه وتتأقلم فيه لحد ما توصل لحاجة ترضيك وتناسبك، بدل ما تفضل ضايع طول الوقت، وبدل ما يبقى حلمك اتدمر. الموضوع بيبقى محتاج شوية مرونة في التفكير، ومفهوم ان المرونة دي ما بتجيش بسهولة، ومفهوم ان اللي بيبقى بيحلم حلم معين بيبقى متشبث بيه وما بيبقاش عايز يغيره، خصوصا لو كان تعب على الحلم ده وقدم له كتير. بس الفكرة الأساسية، جرب المسار الجديد، مادام ربنا حطه في طريقك أكيد كويس وأكيد خير، ولو بصيت له بشكل معين هتلاقيه بيعجبك، يمكن كمان يكون أحسن من المسار اللي انت كنت عايزه لنفسك، حتى لو خدت وقت تفهم، حتى لو خدت وقت وبتتخبط. نقطة كمان، مش لازم تكون مستعد أو عارف الطريق بالظبط، في حاجات احنا بنبقاش عارفينها من أولها لآخرها، احنا بتبقى عندنا معلومة ناقصة، ومن خلال محاولاتنا ومن خلال سعينا ومجهودنا الطريق بيبان وربنا بيكرم. مش لازم نبقى عارفين كل حاجة وعارفين كل الخطوات ومتمكنين من كل حاجة، وسنة سنة الموضوع بيبان وبيسلك. ومحدش بيبقى مستعد عن طريق ان هو قاعد مستني، انت بتبقى مستعد لما تبتدي في الحاجة وتمشي فيها اصلا. نقطة اخيرة، القيمة اللي بتحطها لنفسك هي القيمة اللي الناس بتبص لك على اساسها. يعني انت لما تبص لنفسك، تحترم نفسك وتقدر مجهودك وتقدر الحلو اللي فيك، وتبقى عارف عيوبك وتحاول تتعامل معاها وتحاول تخليها في أضيق الحدود، وتحاول تخليها ما تأثرش عليك ولا على الناس بالسلب. ولو وقعت تحاول بعد كده تحسن، ما تعملش الحاجات اللي مش بتحبها في نفسك، مرة كمان تتعلم من أخطائك. وده بالمناسبة بيجي بالتجربة وبيجي بالعمر وبيجي بالسن، مش لازم تبقى صغير ومن أول مرة تجيب الحاجة صح، بالعكس احنا بنتطور بحياتنا وبوقتنا، في حاجات فعلا ما بيجيش غير دلوقتي. لكن لو احنا شايفين نفسنا بصورة سلبية او حاسين ان احنا ما عندناش امل او ما عندناش فرصة، الناس هتبص لنا بنفس النظر. خلينا كبار في عينين نفسينا عشان نبقى كبار في عينين الناس. ان شاء الله السنة الجديدة تكون سنة سعيدة ونوصل فيها لحاجات ترضينا.